فضيلة الشيخ، لم يجد الشاب المسلم المهاجر إلى بلد أجنبي ما يعين على رزقه غير العمل في بار، فهل نعتبر كسبه من حرام وهو مضطر حرام لذلك؟ حرام لا مضطر، لأن الذي يريد أن يهاجر إلى مكان من مكان، الهجرة لها أمرين اثنين: إما هجرة اعتبار في الكون تقع عينه على ما خلق الله من عجائب فيزداد إيمانا به، نعم. دي اسمها سياحة اعتبار. وفي سياحة تانية اسمها سياحة استثمار، ضاقت بلاد به فهو رايح هناك. الاثنين ربنا كلم: قل سيروا في الأرض فانظروا، دي سياحة الاعتبار. قل سيروا في الأرض ثم انظروا، يبقى هيبقى فيه شيء تاني، والنظر والاعتبار شيء آخر. يبقى الأول للاعتبار والثاني للاستثمار، بس ما تنساش الاعتبار، خد الاستثمار والاعتبار. الحق سبحانه وتعالى بيقول: إن الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، ما حد هم اللي بيظلموا روحهم. انتوا ليه قاعدين مستضعفين؟ ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ يبقى عايزه تتنقل من هنا لحته فيها ايه؟ ومن يهاجر يجد في الارض مراغما كثيرا وسعه. ليه؟ لان الله قال آية في الكتاب اللي قلناها في الامم المتحده، قلنا آية في القرآن تحل اشكالكم وتغني عنكم. الله يقول: والارض وضعها للانام. الارض كل الارض للانام كل الانام. الله. انما انتوا ليه عملتوها حدود وعملتوها سدود وعملتوها منها مش عارف ايه؟ فلو ان كل واحد ضاقت به امكنه يروح لمكان ثاني، لازم تكون الارض كلها للانام كل الانام. ولذلك احنا قلنا هناك في البتاع اللي كنا عاملينه بمناسبه الارض ومناسبه الايه؟ الارض. الله وضعني للانام كل الانام عشان تعيشوا في سلام من غير خصام. اللي يجوع هنا يشبع من هنا. ما دام تبقى المساله كده ما فيش لا خلاف ولا حد يتعين. امال اللي عملها ايه؟ الحدود التي صنعتموها والفواصل والحواجز. لو ان الارض كل الارض للانام كل الانام ما كانش. لان احنا مشكلتنا في العالم الان ايه؟ ارض بلا رجال ورجال بلا ارض. نعم تمام. طب لو عملنا استطراق ونقلنا تنتهي المساله وتنحل، ما يبقاش فيه اشكال ولا اي ايه ولا اي حاجه. فالذين بقى يذهبون لسعه العيش نقول له: اياك ان تذهب لتطلب سعه عيش دنياك لتضيق على نفسك منافذ اخراك وتبقى مبسوط في الدنيا ويبقى عندك دخل، انما ايه؟ دينك مهلهل واخلاقك بايظه ومش عارف ايه. وعلى الانسان حين يهاجر لطلب الرزق ان يبحث اولا في حاجتين اثنين: امر يتعلق بالابدان وامر يتعلق بالاديان. اما بالابدان فشوف البلد دي فيها امراض خبيثه، اطعم نفسي ضد هذه الامراض زي ما بيعملهم لما اروح بلد بنطعم ضد الامراض، وبعدين واطعم نفسي ضد القيم. مش بدني يبقى اهم من ديني، لازم اشوف هل استطيع ان ازاول مشاعر ديني بدون ضغط علي. ان كانت كده تبقى حلال الرحله، ان ما كانتش كده يبقى حرام ان ترحل. وتقول لنفسي مضطر ومش مضطر، ميله اقعد. انت تريد عملا من نوع خاص، عملا يترفك، وفيه فرق بين عمل يقوتك ويؤدي لك ضروره الحياه وعمل يترفك. العمل الذي يترف في خصب المجال، والعمل الذي يقود في قطع يد المجال. فكالذين، ولذلك انا قلت لهم: جئتم لتطلبوا سعة العيش، ستعطون هذه السعة، ولكن سيمر عليكم فترة كل اللي كسبتوه مهما غلا لا يساوي أن تجد ابنتك مصاحبة ولد قبل ما يتجوزوا. الله. نعم. ولذلك أنصحكم اللي عنده بنات يراعي للحكاية دي، لكن اللي عنده بنين يمكن يقول يتجوز، إنما اللي عنده بنات يعمل إيه؟ فإذا لا أتم السياحة تطمئن إلى أنك البلد التي تصير إليها ما تعوقكش عن أمور دينك.
فإن حملتك على أي شيء يخالفه يبقى حرمت اللحلة، وتقعد كده مطرحك، ومن أخصب تخير ومن أجدب انتجع. فإذا وجد في نفسه ضعفا عليه أن يتراجع. عدل، نعم.